قصيدة أن هي طالبة سجل في قسم اللغة الإنجليزية، يعني بكل أمانة. طبعا جابوها قال نجحوها. كنت رئيس قسم اللغة الإنجليزية كي الوقت يا ودي ما يصيرش طلبة لغات يعني. هذا اللي خطرها. هي تقول والنبي نزحها قاعدة حزينة ونبي نفرحها يا استاذ بنتي والنبي نجحها. إن شاء الله تنجح. قال معاها كنك هنا كنت نحسابك حبيب نظنك 30 درجة فيش بيضرنك ما هن فلوس تخاف ما تدفعها وكل مستوي باك يسمع منك يزيد 15 درجة يرادحها ودرجات من عادل وما يهم منك 12 بس مش واجد نبو يرفعها. نعم وكانك تبيني نزيد نرضى عنك اعطيها الورقة وهي اللي صححها. صح الورقة دكنوني وما نبو خرتي جنك ولا عين شافت لا عميد سمحها وديما مبهبه يا استاذن عنك وندعي المولى يمتعك بالصحة يا رب. ولو تردني في اللي طلبته منك صحبة قديمة اليوم بنقطعها. نعم والنبي نجحها. قال بنية بوها وشو ضركم يا استاذ لو زدتوها درجة وازد ليش ما تعطوها خطط قلم مانك اللي بتصنعها وكان هي خطط يا استاذ ما تلوموها رهيفة مشاعر حزنها قطعها ظروف قاسية تعاني ولو نحكوها للعين يسبب نزول دمعها تقرأ وتفهم قول كيف تبوها وعصفورها مريض وهو زح متأثرة وتمشي كمال مسبوها لا عاد غنى لا نغم سمحها وحتى ضعيفة كان خرجتوها للوطن من الصوق ورحصول نفحها. والنبي نجحها. قال ليش تدور خدمة بسيطة ما نبوك تزور بنتي غلاها فوق ما تتصور ونحبها ونكره اللي يوجعها. نعم. ورسوبها خايف عليها يجو وخايف ينقص ضحكها ودلعها وخلك ستايل يا استاذ تطور وفي لبسها حرة وما تمانحها. نبو الجامعة كيف الربيع تنور والابواب مفتوحة على مسرحها والنبي نجحها. قال مش محظوظة قال مش محظوظة اجاباتها من يومها مرفوضة الا الفن. قال الا الفن تعرف سنته وفروضها وبنغام بتهوفن شديد ولحها وكاظم السهر فاهمة موضوعها وهيفة وفرقتها وما تابعها. ومن يوم صارت لبسها على الموضة وتعرف أساميها ومن صنعها وفي الحوش راهي ما تحبش فوضى السرطان طول الوقت في موضعها وليها نتوسط من أيام الروضة ومتانوية بوسط مطلعها صار مش غير هداكم انت ولو كان ما تنجح تولي نوضة تدير امها قصة ومرقعها والنبي نجحها. صح استاذ والله فعلا هي نجحت في الاخير والله ما عندي